أمريكا فعلت قانون اسمه أو مارست سلطة الطوارئ عن طريق إن هي بموجب قانون تصدير الأسلحة اللي بتمكن الرئيس إن هو تمكن إن هو يبقى عنده سلطات غير محدودة، وتلغي جميع السلطات إلا سلطته هو في إن هو يصدر أسلحة لكيفما شاء أينما يشاء وقتما يشاء. هقول لك القانون ده بيتعمل ازاي وتأثيره ازاي على يعني للأسف المنطقة في الحرب دلوقتي الدايرة بالشرق الأوسط. الوزير الخارجية بلينكن الأمريكي هي exercised the emergency authority مارس سلطة الطوارئ under the Arms Export Control Act بموجب قانون تصدير الأسلحة اللي بيخلي الرئيس، يعني معناه ايه، the president of the United States او رئيس الولايات المتحدة من خلال وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكي إن هم يقدروا ينفقوا الأموال unauthorized بدون تصريح أو غير مصرح بها، يعني الكونجرس ومجلس الشيوخ ما وافقش عليها وما صرحش بيها في حالة الطوارئ. ولازم تكون حالة الطوارئ دي تكون حالة حيوية وفايتال جدا وحساسة للأمن القومي الأمريكي. وقبل ما ينفقوا هذه الأموال بيبقى السكرتري اوف ديفense أو وزير الدفاع أو وزير الخارجية بيبقوا بيسيرتيفاي بيشهدوا تحت القسم عن طبيعة حالة الطوارئ أو طبيعة الأمن، التهديد على الأمن القومي الأمريكي. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إنه أمريكا عايزة تبعت أسلحة لإسرائيل، لأن مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة أو ومجلس النواب بقيادة الحزب الجمهوري موقفين التصريح للموافقة على تصدير أسلحة لإسرائيل، مزيد من الأسلحة لإسرائيل. فبالتالي رئيس الدولة اللي هو بايدن الصهيوني اللي هو خائن للوطن أمريكا مرر هذا القانون عشان يلغي السلطة التشريعية بالبلاد ويدخل يمرر هذه الأسلحة لإسرائيل. وانس إن الأسلحة دي وصلت لإسرائيل، إسرائيل هتبتدي تشن حربها على توسع نطاق الحرب من الحرب في غزة إلى الحرب على إيران، ثم من الإقليمية الحرب على إيران إلى حرب عالمية ما بين روسيا والصين. الهدنة أو الاتفاقيات اللي بتتعمل دلوقتي أو المناورات والخداع اللي بيعملها نتنياهو دلوقتي على موضوع غزة والمناقشات ما بين حماس بقى وهنعمل ايه وكده، كلها فقط لكسب الوقت لحد ما تيجي الأسلحة الأمريكية توصل إلى شواطئ إسرائيل. مفيش حاجة اسمها حل الدولتين، مفيش حاجة اسمها هنعمل ايه في غزة، مفيش حاجة اسمها مين هيحكم غزة. هذا ليس مطروح أصلا في خطة نتنياهو وخطة بايدن الصهيوني، اللي هي أصلا خطة غير أمريكية ولا أمريكا الشعب ولا أمريكا الحزب الجمهوري ومعظم أيضا الحزب الديمقراطي، فقط من في السلطة التنفيذية الصهاينة اللي في السلطة التنفيذية بأمريكا اللي خطفوا أمريكا وخطفوا قرار أمريكا، هم اللي عايزين هذه الحرب إنها توسع وبينفذوا ما يحلو لنتنياهو. تمام. حزب الله أكبر من كقوة أكبر من حماس وأقوى من حماس، وبالنسبة لترسانة الأسلحة وبالنسبة لعدد الأنفاق وكبر الأنفاق اللي عند حزب الله. وبالتالي هو إسرائيل منتظرة هذه الأسلحة إن هي تخش على سواحلها، ولو دخل إسرائيل لو دخلت في حرب مع حزب الله، إيران مش هتستنى إن حزب الله يتدمر، فإيران هتخش تدعم حزب الله. مين مش هيستنى، مش هيستحمل أيضا إيران إنها تتدمر، لأن إيران ما عندهاش قوة عسكرية كبيرة، عندها ترسانة طبعا الأسلحة صواريخ وديفنس ميسلز ودرونز بس ما عندهاش الأسلحة الكاملة أو الجيش الكامل اللي هو يقدر يحارب حرب زي كده مع إسرائيل. فبالتالي اللي هيدعمها الصين وروسيا. الصين معتمدة بنسبة 90% أو أكتر على الغاز والنفط اللي موجود في الخليج الفارسي أو الخليج العربي منطقة الشرق الأوسط. وروسيا والصين معتمدين أيضا على
عفوا والصين معتمدة على روسيا في الغذاء، وروسيا ليها مصالح في الشرق الأوسط أيضا. وايضا تركيا لن تسمح بذلك، فتركيا اردوغان مش هيسمح انه يحصل الحرب تنتقل من حرب في غزه تتوسع نطاقها لحرب اقليميه ومن ثم حرب عالميه يخش فيها دول تتصارع مع بعضها، عندها دول عندها سلاح نووي قوي في ارسالات نوويه، عندك روسيا والصين واسرائيل وامريكا. ار وي كريزي يا جماعه؟ ار وي كريزي ان احنا نخش في حرب اباده جماعيه؟ ده existential threat، ده تهديد وجودي. الحرب العالمية الثالثة ما هياش لا هتبقى زي الحرب العالمية الأولى ولا زي الحرب العالمية الثانية. في حاجتين مهمين مختلفين، يعني مختلفين عن الحرب العالمية الأولى والثانية. واحد، إن مركز الحرب هو الشرق الأوسط، مش زي الحرب العالمية الأولى والثانية اللي كان بقى أمريكا وأوروبا، ألمانيا وفرنسا وإنجلترا ومع اليابان. لا لا لا، إحنا داخلين المركز عندنا في الشرق الأوسط. اتنين، الحرب العالميه الاولى والثانيه ما كانش فيها حرب نوويه، انت داخل على حرب نوويه، رؤوس نوويه، الراس النووي الواحد لو انطلق من قاره لقاره في 10 دقائق بينسف لك مدن ودول. البشريه انتهت وكل من عليها فان. فاحنا رايحين لفين؟ ار وي كريزي؟ ار وي كريزي؟ فلما دخل الحوثيين على مضيق باب المندب عايزين يمنعوا السفن التجاريه والسفن الحربيه انها توصل لاسرائيل، فقط السفن اللي رايحه اسرائيل. ممكن السفن التجاريه تستخدم في ان هي تحمل اسلحه تروح لاسرائيل كخدعه يعني. فالحوثيين منعوا حاجه زي كده، او داخلين بيحاولوا يمنعوا السفن التجاريه والحربيه انها توصل لاسرائيل. طبعا امريكا قالت لا، احنا الملاحه البحريه واحنا الامن البحري واحنا هننزل المارينز بتاعتنا والسفن بتاعتنا عشان تحمي الملاحه التجاريه. طبعا ده كذب في كذب. كل اللي عايزاه تعمله امريكا ان هي تامن انه مسار الاسلحه اللي هتبعتها ان هو يوصل عن من خلال مضيق باب المندب والبحر الاحمر، يطلع لاسرائيل. وعندك طبعا الجزء الثاني البحر المتوسط اللي هو هيبقى فيه تركيا دلوقتي لمنع هذه السفن. واللي حصل ايضا انه ايران دخلت بسفينه حربيه تدعم الحوثيين في منع وصول الاسلحه لاسرائيل. السلاح الامريكي لو وصل يا جماعه لاسرائيل، احنا دخلنا في حرب اقليميه ومن ثم حرب عالميه فيها رؤوس نوويه. وانا ما اعرفش انت فاهم يعني ايه حرب؟ الحرب يعني قتل 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 قتل، مش هزار. خليني بس اديك عشان تعرف الماجنتيود، السكيل بتاع القتل عامل ازاي. الحرب العالميه الثانيه فور اكزامبل، بس القوات الامريكيه ما بين سنه 45 و 44 و 45 كان بيموت لها شهريا 20,000 جندي، ومن 45 لانتهاء الحرب العالميه الثانيه كان بيموت لها شهريا 100,000. التقديرات بتاعه عدد القتلى في الحرب العالميه الثانيه عن طريق القتال المباشر او عن طريق الامراض والاوبئه كان من 60,000 من 60 مليون ل 80 مليون. ده مفيش اسلحه نوويه. انما انت لما هتخش في اسلحه نوويه انت بتتكلم على اباده بشريه، انت بتتكلم على end of civilization. اول ما هتدوس زرار، اول اي دوله من الدول دي تدوس زرار سلاح نووي، راس نوويه تطلع، كله هيطلع بالسلاح النووي بتاعه وهننتهي. وهتنتهي مين اول واحد؟ هتنتهي اول جزء هينتهي من الكره الارضيه هي الشرق الاوسط. فوات ار وي دوينج؟ فلو سمحت امنع الاسلحه ان هي توصل لاسرائيل. ادي دلوقتي النهارده في مناوشات على ايران، بيجروا رجل ايران وبيتحرشوا بايران بشكل رهيب عشان ايران تستفز وتخش في الحرب. الى الان ايران ممارسه جميع اشكال الضبط، هي وروسيا وهي والصين هي وتركيا، كله مارس ضبط النفس عشان ما يخشوش في حرب. انما اللي عايز دخلنا في حرب هي اسرائيل، وانت قاعد بتساعدها انك بتخليها كمان تشتري وقت لحد ما الاسلحه تجيلها. وبعدين فين القوات المسلحه المصريه يا جماعه؟ قواتك فين المسلحه المصريه؟ الجيش المصري فين؟ نتنياهو اللي عايزه، اللي معتقد ان هو يعني هيعمله. ما انت ممكن تقولي ما اسرائيل كده تنتهي. هم مش شايفين ده. هم مش هم عمي
وبلايند عن ان انت لما بتبتدي الحرب ما عندكش سيطرة على مجرى الحرب هيروح ازاي، ولا على طريقة انتهائها وامتى تنتهي، ما عندكش. فهو متوقع او متخيل حزب الليكود اللي هو جاي منه نتنياهو، اللي هو في اول صفحة منه في تعريف حزب الليكود ان اسرائيل من النيل للفرات، يا من النيل والفرات يا عبد الفتاح السيسي، من النيل والفرات يا بن سلمان. مفيش خليج، مفيش مصر، مفيش الأردن، مفيش لبنان، مفيش سوريا، مفيش العراق، مفيش الإمارات، مفيش الكويت، مفيش البحرين، مفيش الدول دي كلها. فهم معتقدين ان هم عشان يسيطروا ويقدروا ياخدوا يعملوا الدولة بتاعتهم اللي هي الأرض الموعودة أو البروميس لاند، لازم يحركوا النووي. فعشان كده بيستفزوا إيران. ده اعتقاده، هو مش واخد بالك ان انت هننتهي جميعا. ارجو بس نكون على قد يعني شايفين خطورة، يعني خطورة ان احنا في existential threat، في تهديد وجودي للبشرية. لو سمحتم ما تخلوش المارد يخرج بره. don't let the genie out of the bottle.